في شويه اسئله كده ما ينفعش نسالها لاولادنا، وهي الاسئله اللي ملهاش ردود، زي اللي هو انت عملت كده ليه، انت ازاي تكلمني كده، انت ليه لسه ما خلصتش مذاكره. الاسئله الوجوديه دي بتترمي كده في المطلق، وكلنا عارفين انها ملهاش اجابات. يعني هو مثلا هيرد عليا يقول لي ايه؟ ما عملتش كده عشان انا وحش وبكلمك كده عشان ازعلك، وايوه لسه ما خلصتش مذاكره، انت مستنيه كده؟ اكيد لا. تخيل كده دلوقتي لو انا طلعت لك من التليفون وبسالك انت قاعد ماسك التليفون بتعمل بيه ايه؟ انت مش عارف ان وراك 100 حاجه لسه ما خلصتش؟ قول لي كده هتحس بايه؟ اهو اللي انت حسيته ده اضربه في 10 اضعاف. يعني انا عايزه اقول مثلا انا رايي مش هيفرق معاك، لكن رايك انت هيفرق مع ابنك. انت ممكن تكون اتضايقت بس ما تاثرتش قوي، لان بالنسبه لك انا رايي ملوش اي اهميه، ولكن رايك انت واسلوبك بالطريقه دي مع ابنك هياثر فيه. الاسئله دي لو هتتقال عابره كده كل فتره مفيش منها مشكله، هي اصلا وسيله للتعبير عن الاستغراب. لكن صدقوني لما اقول لكم ان في مننا كتير جدا ما بيتعاملش مع ولاده غير بالاسلوب ده، ولان اساليب حوارنا مع ولادنا هي اللي بتشكل الصوره الذاتيه بتاعتهم، فان احنا نستمر في استخدام الاسلوب التعجبي ده بيثبت في عقول ولادنا فكره واحده بس: انا مش تمام، انا وحش، انا غير كفء. تخيل معايا سلسله الافعال اللي هتطلع من بني ادم شايف نفسه بالصوره دي. خفت شويه صح؟ طب تعالى نحلها. حول كل سؤالك لامر مباشر، زي ما تعملش كده تاني، كلمني باسلوب احسن من كده، خلص مذاكرتك. وتخيلني قلت لك سيب الموبايل وقوم اعمل حاجه مفيده. الفرق في الشعور ده يخلينا نحاول تاني وتالت نكون الاب والام اللي هم محتاجين.